فماذا نفعل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى، يعني يوم القيامة، ونكتب ما قدموا قبل موتهم وإيش؟ وآثارهم اللي تركوها في الدنيا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لذلك يا ولدي، والله يا شباب، والله العظيم أني أحب لكم الخير ولا أعتبركم والله إلا حسبة عيالي. شوف يا ولدي، إذا ابتليت بمعصية، شهوات وشباب ومراهقة، واحد عنده مقاطع في الجوال، واحد عنده فلاش ميموري 20 ولا 30 جيجا ومليانة، ولا عنده هارد ديسك 100 جيجا ومليان خرابيط، أو عنده يعني مواقع، ولا عنده أي وسيلة من وسائل الشهوات والمحرمات، دع هذه المسألة يا ولدي بينك وبين الله، واسأل الله دائم يغفر لك. إذا زلت قدمك ونظرت قل يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، لكن انتبه يا ولدي لا تكون داعية لغيرك للوقوع في المعصية، لأنك إذا صرت داعية صرت مثل إبليس. إبليس لما طرده الله من رحمته وقال له عز وجل: وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إيش قال إبليس؟ هل قال يا ربي أستغفرك وأتوب إليك؟ لا، قال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا رب مثل ما أنا غويت أبغوي الناس. انتبه يا ولدي لا تكن أنت من الغاوين، الناس اللي فسد ويبدأ يفسد الناس ويخربهم. انتبه لا يستعملك الشيطان دابة يركب على ظهرك يبدأ يقودك لأجل إفساد الناس. إذا جاءك إبليس بل أنت أصدق مع عندك، ولا فتحت الآن اللابتوب وحاط لك ملفات مخفية يمين ويسار، ولا عندك فلاش ميموري في هوايل ومخبيه يمين ولا يسار، ولا عندك في جوالك أمور، ما أجمل يا عيالي أن الواحد يفتح هذا ويبدأ يمسح، يقول: يا ربي وعزتك وجلالك أنك تعلم أني أود أني أتركها عندي وأفرح، لكن لأجلك أنت يا ربي أنا أمسحها الآن، لأجلك، ولا أنا أفرح بها لكن عشانك أنت أنا أمسحها. إذا جاك إبليس وقال لك لا تمسح لا تمسح، قلت تفو في وجهك إبليس، والله ما أطيعك. والله ما أجمل أنك تبصق في وجه الشيطان ولا تطيعه. ما هو بإبليس يقول لك لا خلنا تقول يلا بخلي مقطعين وبمسح 3 مقاطع. قال لك طيب قمت أنت تمسح من جوالك بعض الأمور، قال لك إبليس لا هذا أنت يا الله حصلته، اتركه. قلت يلا هذا بتركه، لكن إن شاء الله سمعا وطاعة. يمكن تقوم تحب خشمه وراسه بعد، إن شاء الله يا إبليس سمعا وطاعة. قمت وخليته. بعدين بكرة لما يجتمع العصاة مع إبليس عياذا بالله في النار، ثم يقولون لإبليس أنت اللي خربتنا، أنت كنت السبب. فيقول إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنتم اللي كنتم مخافون صدقتني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وفعلا إبليس يوم القيامة يقول: تلومني أنا وش سويت؟ أنا بس وسوست لك وأنت صار إيمانك ضعيف وطعتني، ليش تطيعني؟ أنت الغلطان. لذلك يا عيالي انتبه لا تكن ممن يطيع إبليس في هذا، اترك هالأمور لوجه الله، عظم صلاة. وإذا رأيت من ينشرها قل له يا فلان شوف ترى كلنا نقدر أن نجمع مقاطع سيئة مثلك، راس مالها ادخل النت وما ادري ايش وتلقاها، هي صعبة هي، لكن يا فلان لا تكن داعية للشيطان. إبليس مرتاح ومشغلك عندنا في المدرسة، انتبه يا فلان لا تكن داعية للشيطان.